بقى انتوا يعني المغرب هزم البرازيل وهزم اسبانيا وخسر من المكسيك وفاز على خالة كوريا، هيجي يتهزم منكم انتوا؟ يا ابني يا ابني افهموها بقى، ما فهموها بقى. انتوا لعبتوا المغرب ودي قبل البطولة، هزمتوا المغرب كام؟ مش 4-1؟ ما ده كان تمويه. يا ابني انت حمار يا امريكي، ده تمويه يالا، ده تمويه. ما هو ده كان تمويه من الكابتن محمد وهبي، قال اجيبهم ويهزمونا 4 وندوهم احنا في الرسمي، وادي اللي حصل. العيال يا كابتن محمد وهبي، هو احنا مش هنخلص من 200 الاجوان اللي بتيجي فينا بضربات الجزاء؟ يعني احنا بنعمل كل حاجه في الكوره، وانت راجل ما شاء الله افكارك افكار كوره جهنميه تبارك الله. انت بتعمل كل اللي في دماغك يا كابتن محمد وهبي، والله انا مش انا بصراحه بشكرك. النهارده المغرب بيلدغ، جه عن اسبانيا البرازيل مباراه النهارده، كوريا كان ند للند، المكسيك كان بيلعب الند للند، ولكن هي خطا ضربه الجزاء، المكسيك ما كانتش فايزه. اللعب بذكاء والمنتخب المغربي عملها من اول دور مجموعات برازيل اسبانيا، ومباراه اليوم بيطلع في بعض الفترات وما بيطلعش بقى ايه اللي هو بيطفش، لا بيطلع بيهاجم وبيجيب جوال. امتى في عز ما يكون الخصم ضاغط عليك تطلع تلدغه؟ حصلت امام البرازيل وحصلت امام اسبانيا وحصلت النهارده في مباراه هي الاصعب للمنتخب المغربي في البطوله الى الان، وانا بشوف لحد النهائي اعتقد الارجنتين او فرنسا باذن الله مش هيكونوا اصعب من مباراه النهارده. مباراه قويه جدا، وخصم صعب جدا، وخصم عنده كوره، وخصم من الناحيه البدنيه كويس جدا، وعندهم اطراف قويه جدا، ولكن الدفاع الجيد للمنتخب المغربي. الكابتن محمد وهبي لما حتى بيدافع، لما بيقرر يدافع ما بيدافعش اي كلام،